السلام عليكم وليداتي. اسهل والذ المملحات، مقطنه خفيفه كتذوب في الفم وكتخرج كميه ما شاء الله وما كتشدش اليد، والاهم من هذا الشيء كامل فيها مقادير بسيطه. فمرحبا بكم جميعا، ندخلوا نتبعوا المقادير وطريقه التحضير. نبدا بسم الله بالعماره اللي غادي نحتاج فيها شويه الزيت العاديه. غنديروا العماره باش تبرد على خاطرها. نزيدوا شويه زيت الزيتون، ندير فيها حبات ديال البصل. هنا انا ديت بالزايد لان الخلطه غادي نقسمها على زوج، نخليوها تشحر. نزيد عليها سنيفات ديال الثوم، 4 ديال السنانف ديال الثوم، نخليوها تتشحر مزيان. من بعد ما طحت البصله شويه غادي نزيد لها واحد حبه خيزو وحبه فلفله حمراء. الخضر عندكم الاختيار كما بغيتو ديروا القرعه، بغيتو ديروا الفلفله، الحاجه اللي ما كياكلوهاش ولادنا هنا في هذا الوصفه هذه غادي ما تبان لهمش. اذا غادي نخلطو مزيان، نخلي حتى طيح الخضره مزيان. من بعد ما تشحرت لنا البصله والفلفله، انا قلت لكم غادي نقسمها على زوج. النص غادي ندير فيه الكفته كما غادي تلاحظوا، غادي نقص النص. النص غادي نخليه فيه، ندير فيه مكون اخر. هنا غادي نزيد واحد الكميه ديال الكفته اللي عندك، 250 غرام، 300 غرام، 100 غرام، 200 غرام، اللي عندك موجود. تقدري ديري لادان، تقدري ديري دجاج. غادي نخليوهم يتشحروا ونزيد لهم العطريه. هنا عندي العطريه، سكنجبير، ابزار، خرقوم. هنا العطريه ديال الكفته، شويه ملحه، شويه فلفله حمراء. صافي غادي نخلي الكل يتشحر. صافي من بعد ما تشحرت لينا الكفته غادي نزيدو ليها شويه ديال القزبر ومعدنوس وغادي نطفيو ليها. خلطوها ونخلوها تبرد. بالنسبه لديك المقيله اللي كنت نقصت منها غادي نخليها تشحر شويه وغادي نزيد فيها العطريه كما درت في الاول، شويه سكنجبير، خرقوم، مليحه، فلفله حمراء، ابزار. هنا درت العطريه ديال الحوت. هنا غادي ندير مذاق اخر وغادي نضيف لها علبه ديال الطون، ولا الا عندك الحوت واجد هبره ديال الحوت. هنا غادي ندير جوج عمارات، وحده ديال الكفته وحده ديال الطون. غادي نخلطوها واحد شويه حتى هي. صافي كي تقرب توجد غادي نديروا لها كذلك كزبر ومعدنوس، ونخليو هاد العمارات ديالنا يبردوا على خاطرهم. من بعد ما غادي نخليهم يبردوا غادي ننتقلوا للعجينه اللي غادي نديروا فيها هاد الحشوه. بالنسبه للعجينه انا احتاجيت هنا 600 غرام ديال الدقيق، عندي 6 ديال الكيسان. غادي نوضع لها شويه ديال المليحه، واحد المعلقه ديال السكر حبيبات، خميره ديال الخبز. غادي نديرها مع الخميره على حساب الجو، انا درت معلقه هنايا، واحد المعلقه ونص ديال الحليب غبره. علاش درت انا الحليب غبره؟ لان ما غاديش نعجن بالحليب، ما عنديش متوفر الحليب. اذا كان عندك الحليب غادي تعجني به بلا ما ديري الحليب. اني انا الدور ديال الحليب غبره كيفاش لنا العجينه. هنا غادي ندير واحد بياض بيضه، الاصفر غادي نخليوه للدهن. عندي واحد 4 المعالق ديال الزيت العاديه،
صافي. وندير العجينه ديالي تعجن. هنا غادي نديرو الماء الكافي باش تعجن ونخليوها تخدم. كي نخلطوا العجينه مزيان غادي نزيدوها واحد المعلقه ديال الزبده. طبعا الاخوات العجينه هذه تعجنيها باليد، تعجنيها بالعجانه، غير تفاديا للتماره وصافي. اللي عندها متوفره العجانه الله يعاونها، اللي ما عندهاش ديرها غير بيديها كتجي العجينه غزاله. كندير الزبده ونكمل العجن. صافي. من بعد العجينه ديالي متعجنات غادي ندورها شويه بيدي هكا، ندهن شويه الاناء وغادي نخليها تختمر واحد 20 دقيقه ولا ترتاح شويه ومن بعد نرجعوا لها ان شاء الله. من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا غادي نجيبوها، غادي نقسموها لقطع. هنا خرجت لي انا 5 ديال القطع. غادي نكور كل وحده ونخليوها كذلك ترتاح. نخليها ترتاح واحد 10 دقائق ولا. ها اختمرت. من بعد ما خمرت العجينه ديالنا غادي نسرحوها بالمدلك. غادي نخدموها هكا طول. ضروري ما نرقوها شويه ونركزوا. غادي ندهنهم شويه هكا، نطلقوهم شويه هكا عرض ونركزوا على الجوانب، نرقوهم اكثر من الوسط. ها غادي نرقوا هادو وهنا نخليوها شويه غليظه. غادي نهبطوا لتحت يعني على حساب العماره. ها نركزوا على الرقيقه باش ما تجيناش العجينه غليظه. نجيبوا العماره ديالنا هنا ندهنوا اي صوص عندكم. انا كانت عندي هنا صوص كيتشوب، زدت عليها المايونيز، زدت عليها اي صوص كتبغيوها تكون. ديروا العماره. صراحه غادي يحماقوا عليها الوليدات. صافي. غادي نجيبو الا كان عندكم فروماج رابي ديروا، ولا ديروا هذه فروماج مربعات او مثلثات. نزيدو نركزوا على الجوانب ونقلبوا. تخافيش عليه، غادي تجيك مفشفشه، ما غاديش تجيك معجنه، ما غاديش تجيك العجينه. هنا الزوائد الا كاين زايده هنايا صافي نطويو العجينه واحد شويه باش ما تخرجناش العماره. درنا شويه هكا. صافي. نجيبوا الاناء السمي ديالنا. انا سبق لي درت وحده هنايا. ها كتجيك ساهله في المونتاج ولا في. صافي. غادي نكمل العجينات الاخرين وندير الحشوه ديال الطون. من بعد ما كيختمروا لينا كنجيبوا بيضه. داك الصفار البيضه اللي خليناها نزيد فيها شويه خل باش تحيد شويه الزفاره، وغادي ندهنوا الفطائر
الفرن كيسخن على 200 درجه. غادي نسخنوه من فوق من التحت. ملي ندخلوا العجينه نخليوها طيب تطيب من التحت، ومن بعد نهبطوها الا كان فوق الفرن الغاز نخليوها طيب من التحت، عاد نشعلوا لها الفوق. تاع الضو غادي نشعلوا لها كذلك، نشعلوها. المهم خصها طيب من التحت عاد طيب من الفوق. ندير شويه عليهم حبه البركه. عندكم جنجله نديروه، عندكم اي حاجه ديروها كتزيين وصافي. الفطائر ديالنا هما وجدوا، وبغيتو تخليهم هكا هاد اللون ديالهم راه خرجوا رائعين. بغيتي تزيد لهم الاضافات، انا بغيت نزيد داك الصوص اللي كنت درتها لداخل، غادي نزيدها الفوق باش ندير عليها داك فروماج غير باش يلصق فيها وما يبش، ما يجيش ناشف. نرجعوهم للفرن غير يذوب شويه عليهم فروماج، وها هما واجدين. ها هما تبارك الله الفطائر واجدين. نتمنىكم وليداتي تجربوهم، واكيد غادي يعجبوكم ان شاء الله، بالكفته او بصدر الدجاج او باللادند. فطائر رائعه، شوف تبارك الله حشوه جات العجينه مفشفشه. نتمنىكم تجربوهم اخواتي وليداتي، والصحه والراحه وشهيه طيبه. وما تنسوناش بلايكاتكم وتشجيعاتكم، وشكرا لكم.